بص الحركة دي. بص اللقطة دي. حتى بص الحركة دي. بص اللقطة دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت الجد جد، الكلمة مني عهد. السلام عليكم حبايب قلبي، وحشتوني كتير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض اجمل والذ واطعم كيلو شيكال بالطريقه البورسعيدي، بشوربه ومن غير شوربه، بكل التكات والحركات. المهم نعمله في حله ألمونيوم عشان الجرانيت والتيفال ما يبص. دلوقتي هنبدا مع بعض في غسيله. ده الشيكال بتاعي هنغسله كويس قوي. ريحة مية البحر تحفة زي ما احنا شايفين كده، ده شكله اهو. دلوقتي هنجيب الشيكال بتاعنا يا جماعة ونغسله كويس جدا جدا وننضفه ونعمله بالطريقة البورسعيدي، لان هي بورسعيد والسواحل اصل الشيكال. هغسله كويس. نحط معلقة زبدة ومعلقة زيت على النار، او معلقة ونص زيت. زي ما احنا شايفين بدأت الزبدة بتاعتي تسيح. الزبدة دي على فكرة عاملاها معاكم على القناة، في القناة يعني تقدروا ترجعوا لها. وبعد ما غسلنا الشيكال بتاعنا كويس وصفيناه حلو قوي كده، هبتدي ان انا احطه واشوحه الاول قبل اي اضافات. اهو هبتدي ان انا اضيفه. طريقة تقليبه بقى، بنمسك الحلة ونعمل لها كده بايدينا الاتنين، نهز فيها كده ونقلب فيها، نهز فيه كده 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 لحد ما يتقلب كله، يطلع من تحت لفوق عشان ما يتكسرش ويتشوح. هشوحه وارجع لكم. بعد ما شوحناه بايدينا الاتنين يا جماعه، انا كنت بوريكم بايد واحده عشان بصور بايدي التانية، فبايديكي الاتنين هتتحكمي اكتر، تفضلي تقلبي فيه. هنقشر البصلايه دي بالشكل ده، واللي بيحب البصل اكتر يحط واحده كمان، بس هي دي كفايه قوي على الكميه بتاعتي. وهنقطعها بالشكل ده ونقلب بنفس الطريقة اللي قلتلكوا عليها. هبتدي اقلبه بايدي الاتنين وارجع لكم. هنحط معلقة او حوالي 6 فصوص توم مهروسين، و هنقلب بالشكل ده. عندي بقى هريسة عاملاها بالفلفل الاخضر والاحمر ونسبة من التوم، عشان كده ما كترتش من التوم قوي. نسبة التوم فيها مش كبيرة. هحط معلقتين هريسة. لو مش بتحبوها سبايسي تكون هريسة باردة، لو بتحبوها سبايسي هتكون هريسة زي ما تحبوا يعني. مش بتحبوا الهريسة بلاش الإضافة دي خالص. هقلب. معايا قرن الفلفل دوت للناس اللي بتحبها سبايسي، او قرن فلفل رومي ما يكونش كبير، او نص فلفلة للناس اللي بتحبها باردة. هقطعه لاني مش بحبه سبايسي قوي، فهحطه شوية في المية فيبقى نص سبايسي كده بالشكل دوت. وهصفيه ونضيفه اهو. صفيته وهضيفه واقلب. 3 طماطمات صغنطاطين او طماطمية كبيرة او 2 متوسطين زي ما يعجبكم يعني، هنقطعهم. هضيف الطماطم بتاعتي واقلب. هبتدي دلوقتي بعد ما قلبت الطماطم وكل شوية اقلب، هبتدي احط التوابل بتاعتي. التوابل بتاعتي عبارة عن عندي بهارات المأكولات البحرية والجمبري. هحط منها معلقة صغيرة كده. طبعا الكمية زي ما قلنا في اول الفيديو كيلو شيكال، وعليه الاضافات دي انتي زودي لو اكتر، قللي لو اكتر في الاضافات اللي انا قلتلك عليها. اسفة قللي لو اقل يعني. نص معلقة 7 بهارات طبعا صغيرة، نص معلقة فلفل اسمر، ومعلقة كزبرة مطحونة طبعا، ومعلقة هرمية صغيرة كمون او معلقة ونص، ومعلقة ملح صغيرة. انا حاطة ملح هيمالايا، حطي اي نوع ملح يعجبك. ونص كوباية مية،
وبقالنا شغالين فيه حوالي من 10 دقايق. احنا قلنا هنحط نص كوبايه الا ربع ميه، ده اللي هيستوي من غير شوربه. لو عايزه نظبط شوربه هتحطي من كوبايتين ل3 كوبايات ميه، زي ما انا عملت دلوقتي. وهنحط بقى لما الميه تغلي كده طرنشات ليمونه وعصره ليمونه. دي طرنشات الليمونه، عصره ليمونه بالشكل ده. وهبتدي اقلبها بالراحه خالص عشان ما يتكسرش مني الشكال، واسيبها لمده ربع ساعه. احنا بقالنا حوالي ربع ساعه شغالين فيه، وهما ربع ساعه كافيين جدا ان احنا نلاقيه استوى. زي ما احنا شايفين لونه بقى زي ما انتم شايفين اورنج كده، زي ما بيحصل في الجمبري والكابوريا. ربع ساعه ونرجع. ده الشكل النهائي بتاعها. هنبتدي نغرف ونشوف الجمال بقى. انا غرفت بالشكل دوت زي ما انتم شايفين، هو بيبقى بيلف كده شويه على بعضه. ودي الشوربه، في امكانيه ان انت تشربيها كده او هزود لها لبن او شويه كريمه، بيبقى طعمه تحفه جدا جدا جدا. وبألف هنا وشفا.